السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة من مسلسل الهيبة الرد. ومعنا النهاردة الحلقة رقم 29، وبتبدأ الحلقة بالخناقة اللي كانت بين أحمد والحلاق طبعا عايز فلوسه، وفي الآخر هو وأحمد مسكوا في بعض وبيضربوا بعض، وأحمد زقه في الأرض وقعه. راح الحلاق طبعا من كتر غيظه فتح الموس بتاعه على أحمد، والناس مسكوا في خناق بعض. وفجأة بيلاقوا جبل جه ومعاه صخر ومعاه شاهين ومعاه علي والرجالة، وبينتشروا في الهيبة. وبيطلع جبل على المكان اللي في وسط الساحة بتاع الهيبة، وبيقول لهم ان الهيبة من اليوم في حمايتي، والزلمة موجودين في مداخلها ومخارجها، وبيمشطوا بساتينها ومزارعها وأراضيها. راح يسألوا على أمانكم حتى تخلص قصة المختار الله يرحمه ما تتكرر، وإن الرجل الغريبة اللي بدها تتعتب على الهيبة من هنا ورايح من غير موافقته راح يكسرها. وبيطلب منهم إنهم يتحملوا غلاظة جماعته شوي لحد ما تمرق هالأيام السودة. وبيقول لهم إن نمر فيه له عيون بيناتنا، ولو طال واحد فيهم هيعلقوا من عيونه في وسط الساحة. وبعد كده بيقول لهم نيجي لأحمد. أحمد ملوش ذنب، زيه زي ناس كتار كتار ضحك عليهم نمر وبلفهم وأكل بعقلهم حلاوة. عشان هيك اللي بده شيء من أحمد حكيوا معي. أبو أحمد فرح جدا بالكلام اللي قاله جبل، وقال له الله يحميك يا جبل. وبالفعل في رجال ومعهم فراس واقفين على مداخل البلد، وأي عربية بتدخل بيفتشوها وبيشوفوا مين ده رايح فين ومين ده جاي من عند مين. واحد من رجالة نمر سعيد بيبلغه وبيقوله إن جبل حط إيده على الهيبة وبيسكرها مداخل ومخارج، وبيقول للعالم إن هو بحمايته. نمر سعيد بيقوله إيه الهيبة بحمايته. نمر سعيد بيتصل بجبل. جبل بيرد عليه وبيقوله ما بدنا نبطل هالحركات بالساحة، كأنك كتير واثق بشعبيتك. جبل بيقوله شوف أنا ما رديت عليك لحتى أسمع لك الهوى. نمر سعيد بيقول له اتذكرت انت بتحب الجد. ودخل عند ابو طلال الشايب وعند رانيا، وكان طبعا عصام موجود، وبيقول له خد الجد معاك. وحط السلاح بتاعه في دماغ ابو طلال وبيقول له هي قربتك هون، ما بدك تقول له شي قبل ما يموت. جبل بيقول له معناتها انك مصمم ما تحي حكي زلمة مظبوط. نمر سعيد بيقول له انا قلت لك هذا الشايب هون بوجهي، ما بدك تقوله شي. وابو طلال الشايب بيصرخ وبيقول له الروح بترخص لك يا ابن سلطان. جبل بيقول له بطل لف ودوران لانه ما راح ينفعك، قلت لك مشكلتك معي انا، ما تستقوي باللي عندك، شو اللي بدك اياه، قابلني راس براس. نمر سعيد بيقول له بدي راسك، وبيقول له مش انت ابو الهمم وبتفدي شو مين بمين وتبقى شهيد الهيبة، وما تخاف الجماعة راح يعملوا لك تمثال بنص الهيبة، ولك عليا هيبتك ما عم تشوف خلقتي من بعدها. مش هذا الجد اللي بدك تسمعه؟ نمر سعيد بيكمل كلامه وبيقول له إذا يهمك سلامة الهيبة وسلامة التلاتة اللي عندي راح أكون دقيق بمواعيدي. بكرة على 1 الظهر إذا بسمعك بترد عليا راح أسمعك صوت واحد من اللي عندي راح يتشاهد على روحه، وكل يوم واحد وراح يخلصوا. ومبدئيا بكرة هيبلش بعصام، والشايب بعد بكرة، وبنت الخال راح نخليها للآخر ختامها مسك. وبينهي كلامه بحضر حالك يا بطل. رانيا بتضحك وبتقوله انت شايف من كل عقلك ان جبل راح ينزل على الساحة ويقتل حاله؟ شو كبيرة احلامك يا زلمة. نمر سعيد بيقول لها انا بعرف انه ما بده يعملها، وهذا اللي بدي اياه. بدي مع كل واحد راح يموت فيكم تكون مناخيره لجبل عم ينزلوا على الارض ويتمرمغوا ويصيروا خرقة لهيبته. بلشنا بالمختار ومكفيين. مروة في المطبخ بتبكي، ام علي بتقولها بتبكي ليش؟ قالت لها عشان علي. قالت لها ايه اللي حصل؟ مفيش جديد. قالت لها الجديد ان هو صار ابوه وانا مكتوب علينا نفضل خايفة وقلقانة عليه العمر كله. في الوقت ده بتيجي عليهم سوسن وبتقول لهم ان ابنها حرارته مرتفعة ومش عارفة تعمل له ايه. ام علي بتقول لها شوف لك حد من الشباب يوصل لك للدكتور. سوسن وهي في السيارة وراحة للدكتور مع فراس بتشوف واحد نازل من العربية وبتقول له إيه ان الزلمة ده هو اللي خطفني من باب السجن وانها عارفاه كتير منيح.
فراس طبعا طلع تليفونه واتصل بجبل. الراجل ده بيكون قاعد عند برهان، وهو قاعد بيحكي مع برهان. برهان دخل المطبخ يعمل حاجة، بيبص لقى مسدس علي في دماغه. علي شاور له ان هو يكمل كلامه عادي، وبعد كده طلعوله. وبالفعل ده لما لسه بيحط ايده على السلاح بتاعه عشان يلحق نفسه، علي حط رجله على ايده وضرب المسدس، وبيطلع في وجهه شاهين وصخر، وبيجي جبل من وراهم. برهان طبعا بيتوسل إليهم، وجبل بيدخل وبيلاقي عكازة المختار عندهم. بيكون معاهم علي وشاهين وصخر وجبل، وبيضربوهم. وبعد كده بيخرجوا برهان وبيبدأوا يستجوبوا الراجل اللي معاه. الراجل بيقول له انا ما قتلتوش، انا بس علقته في الساحة. وبيقول له اللي قتله غريمك شو بعدك ناطر. وبيستحلف لجبل وبيقول له كان نفسي اوصل لك قبل ما يوصل لك نمر، بس نصيب. وبيقول له انت اللي قاتل خيي وانا ليا حق عندك، وطاري عندك وانا راح اخده. جبل طلع له المسدس بتاعه واداهوله في ايده وقال له خده طارق خده. الراجل حط وشه في الارض، فجبل بيقول له اذا بدك تاخد بطارق بتحط عينك في نص عيني، مثل ما حطيت عيني بنص عين خيك اليوم. وبيرفع له وشه وبيقول له وش لوش، وبيقول له انت ضيعت هبتك كرمال الغريب. الغريب عاملك زي استرماية، امتى ما بده يلبسك وامتى ما بده يشلحك. بيبكي الراجل وبيعطيه المسدس بتاعه وبيقول له اقتلني اقتلني خليني ارتاح. وتركه جبل وبيقول له ان الطار ما بيتاخدش هيك، وسابه وخرج. ولما خرج صخر طلع وراه، قال له ازاي بدك تتركه؟ قال له هو ملوش ذنب، هو زيه زي احمد النمر خدهم وعمل لهم غسيل مخ، هم ملهمش ذنب. وتفتكر ان انا هكون مبسوط لما احنا قاعدين ندبح في بعضينا؟ الساعة بتكون تاني يوم الساعة 12:30، ونمر سعيد طبعا بينتظر عشان الميعاد اللي مديه لجبل. وبيأمروا الشباب عنده ان هم يحفروا حفرة قدام البيت كبيرة، ويبدأوا يغطوها غطا خفيف. نمر سعيد بيدخل عند عصام وبيقول الشباب بره بيظبطولك الوضع، مدفن بيليق بمقامك، والمحكوم عليه بالإعدام عادة بيسألوه شو طلبه الأخير. بروفيسور عصام شو طلبك الأخير؟ رانيا بتبكي وبتقوله انت واحد مريض معتوه. نمر السعيد بيقول لها ايه والله هلا اكتشفتي. في الوقت ده بيكون جبل اخد برهان وعرفوا الطريق المكان، وبيوصل جبل وصخر وعلي وشاهين والرجالة تبعه كلهم مكان نمر السعيد. وفي المقدمة بيكون برهان. الرجالة بيدخلوا على نمر السعيد وبيقولوا المكان جاهز. نمر السعيد بيأمرهم ان هم يفكوا عصام. رانيا بتصرخ وبتقوله اتركوا الراجل عنده عيلة وولاد. نمر سعيد بيقول لها كلمة تانية وهتروحي مكانه. نمر سعيد بيمسكها من شعرها وبيضربها وبيقول لها وينه الأصلي تبعك، لو إنه رجال لكان جه هون. وأخدوا عصام بالفعل وطلعوه برا. نمر سعيد أخد عصام وحطه على الحفرة وقال له بما إنك بتفهم في الفيزياء والكيمياء، أنا هشرح لك حاجة. الراجل ده هيديك رصاصة في دماغك وانت تسقط في الحفرة، ونردم عليك والطبيعة تاخد مجراها. وبيبص في الساعة وبيستنى الوقت. في الوقت ده بيكون جبل بينتشر هو والرجالة بتاعته، وبيكون ظبط السلاح بتاعه على المكان اللي نمر السعيد واقف فيه. في الوقت ده نمر السعيد بيتصل بجبل، وجبل بيحط له التليفون على ودنه، ونمر السعيد بيقول له رد جبلك، رد الشهم، رد الأصلي. بدك تقوله للسيد عصام من تمك بتطلع أحسن، والألو تبعك الساعة 1 بتعني حياته. جبل بيرد عليه وبيقول له من تمي بقولك، شايف الغابة اللي حواليك؟ الأسد راح ياكلك. وجبل أمر الرجالة اللي معاه كلهم وقال لهم اجهاز، وفعلا ضربوا كل الرجالة اللي موجودين فوق راس عصام وماسكين مسدسات، وكلهم نزلوا في الحفرة اللي كانوا حافرينها لعصام. نمر السعيد طبعا جري استخبى وخد له ساتر، وضربات النار فضلت من هنا لهنا، وعصام كمان استخبى جوه الحفرة. في الوقت ده ابو طلال الشايب كان قدر يفك نفسه وفك رانيا، وبيقول لها يلا يا بنتي. قالت له انا ما راح اترك هنا، انا بعرف حالي شو بعمل، ما راح اترك جبل لحاله معاهم. وقالت للشايب روح. ورجالة جبل حوطت المكان كله. جبل فضل يأمرهم شاهين انت روح هنا، ويأمر كل واحد يروح فين، وحصروا المكان كله. لكن نمر السعيد خاف جدا ودخل جوه البيت وقفل على نفسه، وبدل يقتل في الرجالة ويقول لهم الخاين ملوش مكان بينا.
كان في واحد فوق المبنى اللي فيه نمر سعيد وهو اللي مسيطر على الضرب النار، وجبل قمر عليه ان هو يطلع عشان يخلصهم منه، وفعلا علي قدر على المهمة دي وقدر يذبحوا من وراه. في اللحظة دي جبل أمرهم بالهجوم على المبنى، لكن أبو طلال الشايب كان بيشتغل في المتفجرات اللي جوه البيت اللي فيه نمر سعيد، والراجل بتاع نمر سعيد شافه وفضل يضرب فيه، وضرب النار بقى داخل على نمر سعيد جوه البيت من كل مكان. نمر سعيد فضل يستخبى لحد ما دخل جوه عند رانيا، وفي الآخر ملقاش الشايب. قال لها وينه الشايب؟ هرب. والشايب والراجل بيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما الشايب فعلا بيقدر ينتصر وبيجيب سكينة وبيضربها في بطنه. رانيا ونمر السعيد موجودين في نفس المكان، ونمر السعيد خلاص بيبقى محاصر ما بيلاقيش مفر، فبيبص رانيا، ورانيا بتبقى قاعدة وخايفة وبتخلص معانا حلقة النهاردة. استنونا بكرة في نفس الميعاد وحلقة الأخيرة من مسلسل الهيبة الرد. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك وتعملوا اشتراك وتفعيل الجرس للقناة عشان يوصلكوا الحلقات الجديدة أول ما بتنزل. وسلام عليكم.